اروحوا نحضروا مع بعض تشيز كيك بلا جيلاتين وبلا شوكولا. مقادير قليله، ساهل وكالعاده ضربه في البنه. باش حضرتو جبت لهنايا غاليت تاع ماكسون، راح نرحيها ندي هنايا شويه فوق نص باكي. كي نرحيها نزيد لها مارغرين اللي تكون دايبه، نخلطهم. وفي هذا الوقت وجدت سارسو تاعي اللي حندير فيه تشيز كيك، نحط هذا الميلونج نمشيه مليح بسباتول ونزير عليه وندخلو الكونجيلاتور ونروح نوجد الكريمه. هاد الكريمه نسحق 300 غرام فروماج اللي ما يكونش مالح بزاف مع باطه كبيره تاع بتي سويس، نضربهم بالباتور. نزيد لهم كاس غير ربع حليب اللي يكون بارد مع كاس شونتيي. نطلع هاد الكريمه مليح ونزيد لها 2 مغارف كبار عصير ليمون مع مبشور الليمون ونفرخها فوق طبقه تاع البسكوي، نليسيها وندخلها الفريجيدر ونخليها ليله كامله. قد ما تخلوها طول راح تجيكم بنينه وتشد روحها. انا هنا كي فاتت عليها ليله كامله راح نزيد لها من فوقها طبقه تاع الفوغاج اللي كنت رحيته، ولا تحبوا ديروا سوبر كريم. وهكا التشيز كيك تاعي راه واجد. هنا درت له ديكور غير خفيف وراكم تشوفوا في الشكل تاعو كيفاش جا الشباب، والبنه روعه. هاد التشيز كيك ما يجيش كامل يقهم، وقد ما تاكلوا منه ما تشبعوش. جربوا هاد الوصفه وكالعاده ما راكمش حتندموا.